بيتباع برّه غالي جدًا مش عارفة ليه، مع إن ممكن تعمليه في البيت بطريقة سهلة وبسيطة والطعم تحفة، حاجة كده هتعجبِك جدًا وكمان هتعجب الولاد. نسمي الله كده ونصلّي على الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام، وتعالوا نشوف عملناه إزاي. هتجيبي الخلاط بتاعِك وممكن تشتغلي عادي جدًا في طبق والمضرب اليدوي، هتنزلي في الخلاط بكوبايتين 2 من الحليب، ممكن تستبدليهم بالمَيّة وممكن كمان تعملي mix ما بين المَيّة والحليب، كمان هتنزلي عليهم بمعلقة كبيرة من السكر، ربع معلقة صغيرة من الملح، ومعلقتين 2 كبار من الزيت ممكن تستبدليهم بزبدة، بس أنا قُلت النهارده المقادير بتاعتي تبقى إلى حدٍ ما خفيفة شوية، هانزل عليهم بكوباية ونُص من الدقيق المنخول بالشكل ده كده، متهيأ لي ما فيش أسهل من كده، حابة تضيفي بيض براحتك. أنا عملته معاكم قبل كده بالبيض والزبدة، فالنهارده قُلت إيه نعمله معاكم كده بمكونات إلى حدٍ ما على قد الإيد. هتمسكي بقى خليط الكريب بتاعِك ده كده في الخلاط واضربيه كويس جدًا، وزي ما اتفقنا ممكن عادي تعدّي الخطوة دي بالمضرب العادي اليدوي. أي حاجة بقى كده في الخلاط في جدران شفشق الخلاط بالشكل ده كده هتنزّليها واضربيه لحد ما ينعم معاكِ كويس جدًا، هيبقى معاكِ بالشكل ده كده. ده القوام المطلوب، بالمنظر ده كده. مصفى بقى برضه وزيادة تأكد إن ما فيش أي تكتلات، وصفّي خليط الكريب بتاعِك ده كده، ما شاء الله ما فيش فيه أي حاجة، نركنها على جنب كده يعني حوالي 10 دقايق كده. بعد ما تسيبي بقى عجينة الكريب ترتاح معاكِ لمدة 10 دقايق، هتجيبي طاسة الكريب أو أي طاسة موجودة عندِك، بس أهم حاجة تكون غير قابلة للصق، هتدهنيها دهنة زيت خفيفة خالص، وهتنزلي بكمية من خليط الكريب هتوزعيها في الطاسة بالشكل ده كده، هترفعيها على البوتاجاز درجة حرارة متوسطة، مش هتيجي ناحيتها خالص غير لمّا تلاقي الأحرف بتاعة العيش الكريب بتاعِك سابت الطاسة بالشكل ده كده، وابتدت لونها يغيّر معاكِ، هتقلبيها على الوش التاني. كل وش هياخد معاكِ بالضبط 30 ثانية لحد ما يستوي وياخد لون حلو معاكِ. أهم حاجة تمسحي الطاسة بتاعتِك مسحة زيت خفيفة جدًا، وتنزلي بكمية من خليط الكريب، ما تجيش ناحيته خالص إلا لمّا تلاقي الأطراف بتاعته ساوت الصينية وغيّر لونه بالشكل ده كده، وأهم حاجة لمّا تطلّعيه ترصيه كله على بعضه وغطّيه بفوطة عشان يفضل طري معاكِ. كل وش زي ما اتفقنا هياخد معاكِ حوالي 30 ثانية، وتقلبيه على الوش التاني برضه 30 ثانية، وبعد كده تطلّعيه ترصيه على بعضه تغطّيه بفوطة يفضل طري معاكِ. هاكمّل باقي الكمية بتاعتي بنفس الطريقة كده لحد ما أخلّص كل الكمية اللي معايا. أنا أخدت كده حوالي كوبايتين من عجينة الكريب وضِفت عليهم معلقتين 2 من الكاكاو، علشان طبعًا نعمل الحلو بالمرّة، بس هانزّل لكم الفيديو الحلو في فيديو تاني علشان ما أطوّلش عليكم الفيديو ده. هنسويه بنفس الطريقة، الطاسة بتاعتنا هندهنها دهنة زيت خفيفة، وهننزل بكمية من عجينة الكريب الحلو بتاعتنا، مش هاجي ناحيتها خالص غير لمّا الأطراف تسيب الطاسة، وكمان اللون بتاعها يغيّر بالشكل ده كده، هاقلبه على الوش التاني وكل وش هياخد معانا 30 ثانية، أهم حاجة برضه لمّا نطلّعه من الطاسة نغطيه بفوطة نضيفة عشان يفضل طري معانا، هنسويه بنفس الطريقة بالضبط. الكريب بتاعي معايا بالشكل ده كده طري وجميل جدًا علشان غطيناه كويس جدًا بين فوطتين 2، هتمسكي بقى الكريب بتاعِك ده كده وتقطّعيه شرايط بالشكل ده كده. حاجة جميلة جدًا وبتتباع برّه غالية أوي، هنعملها في البيت بطريقة سهلة جدًا. بعد كده بقى الأطباق بتاعتِك وانزلي بقى بأي صوص موجود عندِك، الصوصات دي كلّها على فكرة بيتي معمولة في البيت، وأنا عملتها معاكم قبل كده ما عدا صوص البيستاشيو هانزّله لكم. صوص شوكولاتة بقى، صوص كراميل، صوص بيستاشيو، الصوصات اللي موجودة عندِك استخدميها. بيتهيأ لي ما فيش أحسن من كده، حاجة حلوة سهلة وسريعة وكمان ما كلّفتناش كتير. يا رب الوصفة بتاعتي النهارده تكون عجبتكم، ولايك وشير وكومنت جميل زيّك كده يا قمر، وقبل أي حاجة طبعًا ما ننساش نصلّي على الرسول في الكومنتات. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.